السلام عليكم. السلام عليك يا مذل الطغاة. هاي الجملة اللي انعرفت أنا بيها كل ما أدخل على ضريح الإمام الحسين سلام الله عليه، أقول السلام عليكم يا مذل الطغاة. فعلا هذا الرجل غريب. يعني يوميا والله يوميا هاي الفكرة تجي ببالي، أقول شنو هاي اللي الكل طاغي يجي من أي جهة كانت يعتقد الإمام الحسين عدو إله، لأنه من ثار علي يزيد ما ثار علي كشخص، ثار علي ككيان كفكر كظلم. قد يكون هذا الظالم ترى ممكن يكون شيخ عشيرتك، رئيس الحزب مالتك، رئيس الفئة العسكرية مالتك، صاحب العمل مالتك، قد يكون أخوك، قد يكون زوجتك. الثور عليهم كلهم ذول، كل بحسبه، لأنه كل الطغاة يعتقدون هي حقيقة إنه الحسين يهدد كرسيهم. الحسين ما يقبل على كل ظلم. لذلك يشوف مثلا هواي ناس تتخيل إنه الدولة الملكية العراقية كانت دولة مسالمة وتساعد وتريد تساعد حتى النواكب، لكن هذا مو حقيقة. مو حقيقة. بالمناسبة بالبداية من إجا الاحتلال البريطاني تعرفون كان يعطي مساعدات للمواكب بقصد التقرب إلى الشيعة، حتى ما يثورون عنهم. شافوا الثورات اللي صارت من ثورة 20، ثورة النجف اللي قبلها ب 16 وثورات متلاحقة، قالوا ذول ما يفيدوا إياهم، ذول عندهم شخص اسمه الحسين فإحنا نعرف شو نسوي بهم. بالفعل عاقبوا الشيعة عقاب من هذا التمام. اجت الدولة بعدين صارت بال21 الدولة العراقية، واجوا وزراء ورؤساء وزراء كثر، أكثرهم كانوا ناصبي العدالة البيت، وخاصة مثل ياسين الهاشمي. أنا أتكلم عليه بكثير، هسه أتكلم على اللي صار بالنجف. اللي صار بالنجف هذا بسنة 35 ليلة 10 من محرم، ليلة 10 يعني 9 بالليل. الناس عادة النجف معروف إنه يدخلون الإمام علي سلام الله عليه يعزوه ويسوون التعازي الباكر وتدخل. قال لهم ما يصير، إنه ذول طردوهم طلعوهم وجاب قوة مسلحة وطلعوهم عنوة. هسه شو مأثرين عليك؟ لا مأثرين عليه، مأثرين عليه لأن يعتقد هذا الحسين سلام الله ضده، يعرف نفسه ظالم فيكون ضده، ويعتقد نفسه انتماء ليزيد هذا والبني أمية، يكون بالتالي هي المعركة مستمرة. ومو قال جدكم الحسين مثلي لا يبع مثله؟ المعركة مستمرة، يروح سلطة هسه بيدي. جاب مدرعات وجاب جيش وطلعهم عنوة استخدام الشرطة والجيش، وطلع الناس من داخل ضريح الإمام علي سلام الله عليه، وقفل البيبان كلها بأقفال معقدة يعني بحيث ما يقدر واحد يفتحها. هاي معروفة لها النجف. فطلعوا المساكين شو يسوون؟ ما يعرفون التعازي، طلعوا قريب على المقبرة يماد السلام وسووا التعازي ليلة 10. ثاني يوم الصبح اجوا أهل النجف قالوا نسوي التعازي من الإمام علي سلام الله عليه. اجوا من الجهة سوق المسقف، معروف سوق المسقف، يتقدمهم قبج الأعمى اسمه قبج خالي البوق اللي هي هاي بالباكر الحسيني معروف. صار قريب على الباب الإمام علي سلام الله، البيبان المقفلة كلها والجيش موجود وكل أهل النجف موجودين. سبحان الله سمعوا صوت انفجارات عشان انفجارات بس أصوات. كل الأقفال اللي كان مقفولة بيبان الإمام علي تكسرت وانفتحت البيبان. غريب. هسه هذا مو بال35 يعني ما صار له هواي 85 سنة، وآلاف المؤلفة وموجود بالتاريخ سواء الجيش أو طبعا اللي سد الباب ضابط اسمه نامق الموصلي، لازم ما ننسى نامق الموصلي. فانهزموا الشرطة والجيش كلهم انهزموا، شافوا معجزة قبال عينهم إن هذا الطريق لازم يستمر. انهزموا كلهم والناس دخلت إلى ضريح الإمام علي سلام الله عليه، وصار التعازي هناك يعزون بابن الإمام الحسين. وصل الخبر لياسين الهاشمي سكت، عرف إنه معجزة، لكن غير من هوا؟ لا ما غير. وراه هو اللي هدم المنار الثالث للإمام الحسين اللي كان أكثر من 600 سنة هي موجودة، وكان يهدد بتهديم المنارتين وأربع منارات الإمام الكاظم، كان يهدد بتنميم من أعظمية، يقول لهم منارتين أشيل. صار عليه انقلاب جعفر العسكري وراح إلى سوريا هناك بالأمويين ومات سايكوباث مريض نفسيا، فلا حد يصل من الحسين سلام الله عليه. الحسين خط أحمر عند الله سبحانه وتعالى. تحياتي.